لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. إنني والله أقف اليوم حائرا عن أي جرح سأتحدث وعن أي ألم سأصرخ وبماذا سأقول وأي كلمات ستخرج وأي عبارات يسطرها هذا الجرح الدفين. ماذا ستقول أشعارنا؟ عن ماذا ستتحدث أبياتنا؟ بماذا ستصرخ ألسنتنا؟ نعيش في دل، ندخل في دل ونخرج إلى دل. عن ماذا نتحدث؟ أيها الأكارم، أيها الأحباب، لعل الجرح عميق وعميق، كيف لا؟ ونحن نقف أمام أغلى ما نملك، قدسنا وأقصانا. لما جاء، لنعرف الحقيقة في البداية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يحدث عبد الله بن سلام عن قصة إسلامه فيقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمام الناس في السوق، فماذا قال؟ قال: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله تفلحوا. يقول عبد الله بن سلام: فانقض كل من في السوق وذهبوا إلى ذلك الصوت، فكنت أنا أول الذاهبين إلى ذلك الصوت، فوقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم أدري أن الذي أمامي هو رسول الله، لا أعرفه، لأول مرة أراه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يقول: والله ما رأيته في حياتي، ولأول مرة أرى رسول الله، وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولا أعرف أنه محمد. يقول: فقلت بعدها: يا رسول الله، إن اليهود، يعني قومي، هم أهل غدر ومكر ونقض للعهود والمواثيق، إذا علموا أنني قد أسلمت فسيقولون عني كذا وكذا، وسيقولون عني كيت وكيت، وسيخرجون علي الإشاعات، فماذا أصنع يا رسول الله؟ فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن سلام على أن يأتي النبي إلى 10 علماء من قادة وزعماء وكبار اليهود، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة عبد الله فيهم، ثم بعد ذلك يخرج لهم عبد الله. فوقع الأمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 علماء من قادة وكبار اليهود، فقال لهم: ماذا تقولون في عبد الله ابن سلام؟ يعني ما هي منزلة عبد الله ابن سلام فيكم؟ فماذا قالوا؟ قالوا: عبد الله ابن سلام حبيبنا ابن حبيبنا، وزعيمنا ابن زعيمنا، وحبنا ابن حبنا، وقائدنا ابن قائدنا، وعالمنا ابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا عبد الله ابن سلام. فجاء إليهم ووقف أمامهم، أمام قادة اليهود كلهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فماذا قالوا؟ قالوا: جاهلنا ابن جاهلنا، قالوا: شرنا ابن شرنا، قالوا: لا نعرفه. تبرأوا من عبد الله ابن سلام بعدما رفعوه إلى السحاب وهم يمدحون فيه. هذه حقيقة اليهود.
وهذه حقيقة أعداء الله، لا يرضون عنا أبدا حتى نعطيهم الدنية في ديننا. هم لا يريدون أن يروننا أعزة، هم لا يريدون أن يروننا رافعين الرأس، بل إنهم والله لا يريدون للمسلم ولا للمؤمن ولا لحامل كتاب الله إلا الذل في الحياة. لذلك وضعوا مخططاتهم، ولذلك أرادوا ما أرادوا. هم اليوم على ماذا يحاربوننا؟ يحاربوننا على سواد عيوننا؟ لا والله، والله لا يحاربوننا على سواد عيوننا، ولكنهم يحاربوننا لأجل العقيدة التي في صدورنا. ولكم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم العذابات والآلام لأجل أن تبقى هذه العقيدة. ها هم اليوم يعيدون الكرة من جديد. ها هم اليوم بعدما وعدهم بالفوز بذلك الوعد المشؤوم، ها هو يعود بعد أعوام وأعوام وعد جديد لليهود. ها هو الوعد يتكرر بل يتجدد. ها هو الوعد يتجدد. أمام من؟ أمام مليار من المسلمين، أمام مليار من المؤمنين، وقف أمامهم ذلك الأرعن، وقف أمامهم ذلك الذي يصارع في حلبات المصارعة، ما كان له اسم هناك، يقف أمام المسلمين وأمام العرب ليقول لهم إن القدس عاصمة إسرائيل. أي ذل وصلنا إليه؟ هل كنا نعتقد أن الطائرات والبوارج ستتحرك؟ هل كنا نظن أننا سنصحو صباحا فلا نجد دولة إسرائيل؟ لا والله، وإنما استيقظنا صباحا على شجب وعلى استنكار، وكأننا نعيش في ذل ونتنقل إلى ذل. أي ذل وصلنا إليه؟ ولكننا والله لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجرنا وأجركم في حكام أمتنا، عظم الله أجرنا وأجركم في العرب وفي المسلمين في كل مكان. ولكن يا قدس عذرا، يا قدس عذرا، كل حجارة الأرض نهضت لتكون عواصمك. يا قدس كل حجارة الأرض نهضت لتكون عواصمك. إن قال قاتلك لا عاصمة لك قومي وقولي إن الله عاصمك. إن قال قاتلك لا عاصمة لك قومي وقولي إن الله عاصمك. لما فتح صلاح الدين القدس ماذا قال؟ أقسم صلاح الدين وهو على أبواب قدسنا، قال والله لن يعودوا إليها ما دمنا رجال، والله لن يعودوا إلى القدس ما دمنا رجال. ولكن يا صلاح الدين عادوا والله إلى قدسنا، عادوا والله إلى تلك القدس التي فتحتها، عادوا إليها في زماننا. لكن هل قال المسلمون، هل قال حكام أمتنا لن يعودوا إلى القدس ما دام فيها رجال؟ لا والله. يوم أن وقف المعتصم أمام ذلك اليهودي الذي تجرأ على امرأة من نسائنا قال والله لآتينك بجيش أوله عندي وآخره عندك، والله لآتينك بجيش أوله عندي وآخره عندك. ماذا صنع العرب اليوم؟ ماذا قالوا لترامب؟ قالوا والله لنجهز لك جيشا
أوله في الفيسبوك وآخره في تويتر. هذا الذي صنعه العرب فقط، هذا الذي صنعه المسلمون في زماننا. لن يرجع القدس من شجب واستنكر، لن يرجع القدس من شجبوا واستنكروا. متى عهدنا صلاح الدين قد شجب؟ متى عهدنا والله صلاح الدين قد شجب؟ لن ترجع القدس أشعار ولا أبيات، فالسيف أبلغ من أنشأ ومن خطب. أيها الكرام، نقف اليوم معتذرين، نقف اليوم على خجل وعلى استحياء، ولكن ماذا نقول؟ الأمر ليس في ترامب والله، لا والله، هذا ما عهدناه على اليهود وعلى الأمريكان وعلى أعداء الله. ولكن إن الذي يحزننا هو موقف العرب والمسلمون. بالأمس أسمع المذياع وأنا في السيارة إلى نشرة الأخبار، فقلت للسائق فلتعلي الصوت قليلا لعلي أسمع خبرا يثلج صدري أقوله للناس في خطبة الجمعة، أو أبشر فيه الناس أو يثلج صدورهم. لكن لا والله، لا نسمع إلا أخبار الآلام والجراح. فقالوا إن العرب قد عقدوا قمة طارئة، فقلت الحمد لله طارئة، وإذا بالمذيع يكمل طارئة. ولكن يوم الأربعاء القادم، بعدما ينسى المسلمون وبعدما تسلم القدس وتنقل السفارة هناك، بعدما نعيش في ذل وفي جرح، سلم العرب منذ زمان، وكلما جاء رئيس أمريكي سلمناه قلادة هي قلادة الذل. في القلادة الأولى سقطت بغداد، في القلادة الأولى سقطت بغداد، وفي القلادة الثانية التي أعطيناهم إياها سقطت دمشق وصنعاء، وفي القلادة الأخيرة والثالثة سقطت والله قبة الصخراء. في القلادة الثالثة سقطت والله قبة الصخراء. سرقوا من فلسطين قدسها ونحن نائمون، سرقوا من فلسطين قدسها ونحن نائمون، سرقوا نخيل العراق الميمون ونحن نائمون، طعنوا اليمن الحنون في ظهرها ونحن نائمون، دمروا الشام ولا زالوا يدمرون ونحن نائمون. لماذا يا أمة النيام لا تحفظون من كتاب ربكم إلا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ والله يود الواحد منا وهو يسمع ذلك الخطاب أن يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. والله يتمنى الواحد منا والله لو أنه خلق في زمان غير هذا الزمان، وهو يرى الذل وهو يرى العار، يرى الذل والعار على جباه المسلمين في كل مكان. ماذا صنع المسلمون وبماذا ردوا على ذلك الخطاب؟ هل خرجت الأسلحة التي صدئت؟ هل خرجت الأسلحة التي لا تخرج إلا على قتل الشعوب وقتل الأبرياء وقتل الناس؟ لا والله. وهل تظنون أن ترامب أعلن ذلك الخطاب هكذا؟ لا والله، لا والله. ولكن القدس نقول عذرا يا قدس، إنك والله لا تليق بأنوثة حكام العرب. والله يا قدس إنك لا تليق، مقامك لا يليق بأنوثة حكام العرب. بصموا بالعشرة وسلموا وباعوها لأمريكا ووقعوا على بيع القدس
ثم خرج ترامب لينهي تلك الصفقة ببيع القدس وبموافقة حكام العرب، ليقول للمسلمين، ليقول للشعوب التي خرجت في مظاهرات على خجل فلتخرجوا، حكامكم باعوها، حكامكم سلموها. لذلك لما سألوا كاسترو عن المفاوضات مع اليهود ماذا قال؟ قال أنا لا أعرف شيئا عن المفاوضات، أنا لا أعرف شيئا عن المفاوضات، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بي فإنني سأفاوض اليهود كيف يرحلون، برا أم بحرا أم جوا. هذا رجل أجنبي يقول إذا كان الأمر يتعلق بي فإنني سأفاوض اليهود كيف يرحلون، برا أو بحرا أو جوا. ماذا لو سمع هذا الكلام حكام العرب؟ ماذا لو سمع هذا الكلام حكام المسلمون؟ ذلك الإمام الذي خرج قبل أشهر ليقول أن ترامب هو رجل السلام، ها هو رجل السلام يا حبيبي، ها هو رجل السلام يا شيخنا الجليل، ها هو رجل السلام يا إمامنا، ها هو رجل السلام يسلم قدسنا، ها هو رجل السلام يا شيخ المسلمين يا إمام المسلمين، يبيع القدس على طبق من ذهب. ثم بعد ذلك ما يؤلم والله أن بعضا من العرب يخرجون، وأنا قرأت وشاهدت بالأمس مرئيات وفيديوهات لشباب من العرب، بعضهم يقول القدس لا تعني لي شيئا، وبعضهم يسلم القدس لليهود، وبعضهم يسب على المسلمين في القدس. ولكن أيها الكرام أبشركم وأقول إن ترامب لا يتحكم بقدر الله، إن ترامب لا يستطيع أن يتحكم بأمر الله، الأمر لله من قبل ومن بعد. إنما هذا التوقيع وقع على الورق، لكن قدرة السماء أعظم من الورق، قدرة السماء أعظم من أقلامهم، قدرة السماء أعظم من مخططاتهم. غدا سنعود إلى قدسنا إن شاء الله. أبشركم كل هذا في كتاب ربنا، كل هذا في أحاديث رسول ربنا صلى الله عليه وسلم. سنعود والله، وهم الآن يخربون بيوتهم بأيديهم. إي والله إن الله يهيئنا للتحرير، والله إن الله يهيئنا بهذا الأمر لنعود إلى قدسنا فاتحين محررين مهللين مكبرين، عاجلا غير آجلا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.